السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم يا أمارات عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير، يا صباح الورد والجمال، يا صباح كل حاجة حلوة، النهارده إن شاء الله فيديو جديد وروتين جديد، وهنعمل مع بعض إن شاء الله يوم حلو كده مختلف، وكمان أكلة كده حلوة كلنا بنحبها، بس هنبتدي كده الروتين بتاعنا بإيه؟ نقول بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، ولو مش مشتركة في القناة اشتركي وفعلي زر الجرس، وكمان حطي لنا لايك للفيديو، ويلا بقى ما تنسوش كومنتاتكم الجميلة. ونقول بسم الله كده ونشوف هنعمل إيه. أول حاجة زي ما إحنا عارفين بنبتدي يا إما بقهوة أو شاي بلبن أو نسكافيه. اليوم ده عملنا كده إيه، قُلت أعمل كوباية قهوة كده على السبرتاية بتبقى تحفة، بيبقى طعمها جميل جدًا. عايزة أقول لِك إن يعني بُصّي أنا جرّبت القهوة اللي هي بتبقى على السبرتاية دي، والقهوة اللي هي في الكاتل اللي هو بالكهربا أو المَكَنة. تمام، وجرّبنا طبعًا اللي هي على البوتاجاز العادي، بس أحلى حاجة فيهم هي اللي على السبرتيه دي، بتبقى جميلة جدًا وبتستوي براحتها جدًا وبيبقى طعمها مختلف. آآ جرّبوها بقى وإيه ويعني لو أنتم مش عندكم سبرتاية هتقعي مش غالية، إحنا تقريبًا كنا جايبين دي ب100 جنيه أو حاجة زي كده، ممكن الأيام دي تغلى شوية بس يعني مش هيبقى الفرق كبير. بس طبعًا للناس بقى عشاق القهوة وكده بتبقى حلوة جدًا وبيبقى طعمها أحلى بكتير. هنا بقى خلاص سِبتها بقى استوت براحتها، أول ما استوت رُحت بقى إيه صفّيت كده شايفين الوش بتاعها تحفة، وبتبقى طعمها مختلف أوي. ونغطي بقى كده ونقفل عليها ونبتدي بقى نشوف هنعمل إيه، وده بقى أحلى صباح. ندخل بقى على الفطار، شربنا القهوة بتاعتنا وندخل بقى على الفطار نشوف هنعمل فطار إيه. اليوم النهارده والله بجد يعني كُلّه بحاجات موجودة كده في البيت اللي هو بواقي مش عارفة إيه، حاجات يعني مختلفة بدل الطبيخ ولمّا نعمل بقى يعني بنعمل طبيخ ومش عارفة إيه وحاجات كتير، لأ هنعمل النهارده الفطار سهل برضه. أنا باعمل الفطار أنا بُصّوا مش باكلّف نَفْسي، مش مثلًا باقول تاني يوم إيه، باقول إن أنا هاجي الصبح أعمل فطار، فلازم أعمل بقى أجيب فطار كتير وأجيب حاجات كتيرة، لأ والله أنا الحاجة اللي موجودة عندي في البيت هي اللي أنا باشتغل بيها، هي اللي أنا باصوّرها معاكم و ويعني باعملها في يومي، مش لازم بقى أروح أعمل زي الناس التانية أجيب أكلات بقى كتيرة وأجيب حاجات كتيرة علشان إن أنا هاصوّر وكده، لأ أنا باصوّر اللي موجود عندي في بيتي. تمام. هنا بقى كنا بنعمل بطاطس، سلقنا كده البطاطس بتاعتنا، دول كانوا آخر حاجة في البطاطس عندي، فقُلت نعمل منهم كده إيه، حبّة بطاطس مسلوقة علشان يعني طبعًا كلّنا بنمِل وبنزهق من الفطار بتاع الصبح اللي هو الطعمية والفول والحاجات دي والجبن، فأنا قُلت الولاد بيحبوا عندي يعني البطاطس، فقُلت نعملها بقى كده. بعد ما استوت معايا جِبت كده إيه فصّين توم وحطيت عليهم الكزبرة. وبعدين حطيت البطاطس وطبعًا عايزة تعمليها بزيت بسمنة براحتك، ونزلت بقى هرستها كده وخلاص خلصت معايا، أحط لها بس الملح بتاعها ورشة كده من الزيت خفيفة بعد ما تستوي، ولو عايزة تحطي بقى شطة، تحطي أي حاجة أنتِ بتحبيها تاني في التوابل حطيها، بس أنا ما حطيتش غير الكزبرة بس. تمام كده. هي خلاص كده بقى بعد ما حطينا الكمون والحاجات بتاعتها أنا شِلتها، عندي هنا بقى دي المُرتة اللي هي بتبقى طالعة من السمنة. كان عندي كده حتّة نزلت عليها بقى بمعلقة كده من السمنة كبيرة أو معلقتين، أخلّيها بس يعني تبتدي السمنة تسيح معاها كده وهانزل عليها بقطعة من الجبنة القريش بتبقى تحفة خطيرة، يعني بُصّي بتحسّي إن هي الجبنة اللي هي الفوش دي بتدّيها طعم بقى إن هي كلّها بتحسّيها إن هي كلّها مُرتة، يعني مش ما فيهاش جبنة خالص، بس أهم حاجة يكون عندِك شوية مُرتة، يعني ما تعمليش الجبنة بالسمنة لوحدها كده لأ. هي طبعًا برضه إحنا بنحب موضوع اللي هي نسيّح حتّة سمنة ونحط عليها جبنة ده برضه بيبقى مختلف وحلو، وحاجات برضه مفيدة جدًا لولادِك. بس اللي أنا باقول لِك عليها دي بتبقى طعمها أحلى. نزلت بقى عندي هنا بالبطاطس، هاسويها بس كده ونعمل شكل بسيط علشان زي ما قُلت لِك العين بتاكل قبل البُق، وولادِك لمّا بيلاقوا إن الحاجة كده متضبّطة وحلوة وفيها أشكال وفيها حاجات حلوة، يعني بيحبوا الحاجة وبياكلوها. تمام. عملت بقى سويت بس الطبق بتاعي كده هازيّن يعني بُصّوا بحاجات بسيطة خالص، بشوية فلفل كده، حبّة فلفل قرن فلفل مقطّعاه، وهنعمل بيه زي شكل كده وردة والّا حاجة بسيطة وخلاص. تمام كده أهو. يالّا بقى ما تنسوش تحطّوا لنا لايك عشان لسه الغدا بتاع النهارده حلو أوي.
هنبتدي بقى نحط كده رشة زيت من على الوش، وبعدين هاحط الفلفل هنحط بقى الجبنة، وكمان هاعمل عندي حتة جبنة برضه من اللي أنا قُلت لِك عليها اللي هي الفوش دي، هنحط عليها بقى رشة من الكمون وبس كده. خلّصنا بقى الفطار بتاعنا والحمد لله، ودخلت بقى شطّبت المطبخ لإن كان في شوية أطباق وحاجات كده، طبعًا كان عندي دورة غسيل برضه نشرتها وعملت كام حاجة، وبعدين رجعنا على طول رجعت بقى على الغدا كانت مثلًا الساعة 14:00 كده والّا حاجة، قُلنا بقى نعمل الغدا. الغدا هيبقى إيه النهارده؟ الغدا النهارده هنعمل فتّة، بُصّوا بقى دخّلتكم على ده على طول. هنعمل فتة النهارده علشان إحنا بصراحة زهقانين من موضوع الطبيخ، وإن إحنا مثلًا نعمل سبانخ أو فاصوليا أو محاشي أو الحاجات دي كلّها، فقُلت النهارده كده نعمل إيه، شوية فتة ومش هاكتّر يعني مش هاعمل حاجات كتيرة لأ، مش هاعمل يعني كميات كتيرة ولا حاجة. طبعًا هنا عملنا التقلية بتاعتها، يعني الصلصة بتاعتها لو أنتِ عايزاها ببصل تمام ما فيش مشكلة، لإن إحنا كده هنعمل اللي هي الفتة هنعمل لها توم وطشة يعني غير دي، تمام، فعملنا كده إيه الطماطم بتاعتنا حطيت معلقتين من التوم مفرومين، وبعدين شوحتهم كويس ونزلت عليهم بالطماطم وحطينا التوابل والبابريكا، وركنت بقى الصلصة على جنب تتسبك براحتها، وهنبتدي هنا نعمل الرز، هنعمل رز أبيض، وكمان أنا كنت برضه على العين اللي هي التانية الناحية التانية كنت برضه إيه اللحمة كانت قربت تستوي، ومضبطاها بقى ملح ومضبطة لها الشوربة بتاعتها وتمام. هنا بقى الرز بتاعي أهو زي ما قُلت لكم إحنا هنعمله رز أبيض، فهتفضلي تشوّحي كده لحد ما الرز يبقى بس لونه بس يبتدي يفتح معاكِ شوية، مش هنحمّره اللي هو يبقى أصفر لأ، يعني هنخلّيه بس اللون بتاعه يفتح شوية، وبعدين هننزل بقى عندي بالشوربة. طبعًا زي ما قُلت لِك الشوربة أنا عندي مضبّطاها بقى ملح وتوابل والحاجات دي، لو ما عندكيش شوربة عادي انزلي بشوية اعملي الرز بسمنة بلدي، وانزلي بشوية مَيّة ومعاهم كيس مرقة كيس مرق يعني بتاع لحمة، ولو مش عايزة تحطّي برضه مرقة الدجاج عادي ما فيش مشكلة، حطّي شوية كده من البهارات أو التوابل الفراخ هتبقى حلوة معاكِ، تمام. هنا بقى بعد ما خلّصنا سِبت الرز يستوي وطبعًا سايبة الصلصة بتاعتي برضه عندي على نار هادية، هنبتدي بقى نعمل العيش بتاعنا. العيش لو أنتِ عندِك العيش اللي هو إحنا عندنا العيش اللي هو اللي بيبقى العيش الأبيض ده، اللي إحنا بنعمله في البيت اللي هو بيبقوا محمّصينه وكده، ده اسمه فصاص تمام، لو عندي أنا باعشقه جدًا ومش باحب ومش باستخدم العيش ده يعني خالص. بس أنا بصراحة ما كانش عندي، هنستخدم العيش بتاعنا العادي ونحمّصه وهيبقى حلو أوي ويدّينا طعم حلو جدًا، تمام. لو عندك بقى العيش التاني ده استخدميه بيبقى تحفة. أنا بقى دلوقتي عملت إيه، جِبت عندي العيش ده وقطّعته كده، ده عيش من بتاعنا اللي هو العيش الأسمر العادي، قطّعته كده مكعبات عشان يبقى شكله حلو، عايزة تقطّعيه بإيدِك ما فيش مشكلة، أنا قطّعته كده بالمقص وهنبتدي بقى إن إحنا هنشوّحه. الأول بقى جيت هنا قبل ما أشوّح العيش بتاعي، يعني قبل ما أحمّصه، جيت عندي حطّيت الصينية دي كده وهاحط فيها معلقتين من السمنة حلوين، بُصّوا هي الفتة بتحب السمنة وكل يعني الحاجة اللي بنستخدمها استخدمي فيها سمنة بلدي هتطلع معاكِ حلوة أوي، تمام، جيت بقى استخدمت هنا معلقتين من السمنة، سخنوا معايا كويس ونزلت عندي باللحمة بتاعتي اللي هي بتاعة اليوم يعني، هنشوّحها كويس ندّيها تشويحة كده علشان ما تبقاش لونها أبيض أو علشان ما تبقاش مثلًا فيها حتّة بيضة كده والّا حاجة. فشوّحتها كده اديتها يعني مش هتاخد معايا وقت خالص، ده هي بس تشويحة بسيطة وشِلتها على طول. رشّيت طبعًا رشّة كده من السبع بهارات، وبعدين هتاخد تشويحة واشيلها بسرعة، وهنحط مكانها العيش. عايزة تحطّي مكان اللحمة العيش تمام، مش عايزة وعايزة تدخّليه الفرن ما فيش مشكلة، دخّليه الفرن وولّعي، خلّي الفرن بتاعِك ما يكونش نوره عالية، خلّي بالِك بس منها، وابتدي إن أنتِ كل شوية تفتحي الفرن كده وتشوفي إيه، تقلّبي العيش كويس، تكوني مهدية النار وهيطلع معاكِ برضه زي الفل ما فيش مشكلة، تمام؟ أنا بقى إيه أحط مكان بقى الحاجات الحلوة اللي في الطاسة دي، هاحط مكانها بقى العيش، هياخد من طعم الحاجات دي، هيطلع حلو جدًا ومقرمش. نزلت بقى بالعيش بتاعي كده، زوّدت بس معلقة قصدي شوية من الزيت، ونزلت بقى بالعيش بتاعي كده، وهابتدي إن أنا أقلّبه كويس،
مش هاسيبه ولا هاعلّي النار عليه، تمام. هابتدي بس إن أنا إيه، هافضل أقلّب فيه كده كويس وهاوطّي النار بتاعتي خالص، هاخلّيها يعني بُصّي شامعة كده علشان ما يتحرقش منِّك ويدّيكِ لون مش حلو. شايفين هنا بقى كنت باورّيكم العيش الحتّة اللي اتحمّصت فيه حلوة إزاي مقرمشة جدًا. هو بس بياخد معاكِ وقت بس مش مشكلة، يعني عايزة تحطّيه في الفرن زي ما قُلت لِك وبس برضه هو نفس الوقت، تمام. هنا بقى كان خلاص العيش بتاعي اتحمّص وتمام. وكل حاجة عندي استوت، طفيت على الرز وطفيت على الصلصة، وكمان اللحمة شوّحناها والعيش استوى وتمام ما فيش أي حاجة ناقصة غير إن إحنا نعمل بقى إيه، الطشة بقى اللي هي بالخل والثوم اللي إحنا عارفينها علشان الفتة. جِبت عندي كده معلقة من السمنة حطينا فيها معلقتين من الثوم أو معلقة من الثوم مفرومة، بس لمّا بتزوّدي الثوم بتبقى حلوة. وهنبتدي ننزّل عليها بعد ما تتشوّح هننزّل نُص كوباية أو ربع كوباية من الخل، تمام. هادّي بس للتوم بتاعي كده تشويحة ولون حلو، وبعدين هانزل عندي بالخل عليها على طول، تمام كده. أهي خدت معايا لون، جِبت بقى الخل معايا، وهانزل بقى بالخل زي ما قُلت لِك نُص كوباية أو ربع كوباية حسب الكمية اللي أنتِ هتحطيها من الشوربة. بعد ما خلاص هيبتدي إن هي خلاص أهي هتغلي معايا، هانزل بقى عليها بكبشتين 3 كده من الشوربة، علشان نضيّع طعم الخل واسيبها تغلي. وبعد ما تغلي خلاص كده الأكلة بتاعنا جهزت. وهنبتدي بقى نحطها في الصينية مع بعض ونقدّمها، تمام كده. كنت باورّيكم بقى إن هنا الرز استوى الصلصة بتاعتي خلاص كنت طفيت عليها من بدري. وهنا بقى زي ما أنتم شايفين جِبت بقى العيش بتاعي حطيته بقى في الطبق ده. هو الطبق كبير على فكرة، بس هو باين من بعيد إن هو كده صغير عشان الكاميرا، بس ده الطبق كبير اللي هو هناكل فيه كلنا، يعني اللي هو يكفّي عدد كبير يعني، تمام. حطيت بقى كده الشوربة بتاعتنا اللي إحنا عملناها بالطشة، وبعدين هاحط الرز فوقيها. وحطي بقى على حسب ما أنتم بتحبوا، يعني بتحبوا الرز كتير حطي، بتحبوا العيش أكتر حطي برضه. أنا باحط على زي ما إحنا برضه إيه بنحب. أنا حطيت من كل حاجة كده إيه المقدار المناسب، ما كترتش حاجة. وبعدين هننزل بقى بالصلصة بتاعتنا كده، برضه لو عايزة تزودي صلصة تمام، إحنا مش بنحبها كتير بصراحة، فهي حطيت من على الوش كده حاجات بسيطة. وبعدين هانزل عندي باللحمة اللي إحنا مشوحينها، وبس كده. زيني بقى بأي شكل، مش عايزة تزيني حطي ده على ده ولخبطي براحتك اللي انت حباه، تمام كده. وكده خلاص برضو الغدا بتاعنا خلص. ابتديت بقى ان انا كان عندي ايه الولاد بقى جايبين من الصبح كان عندنا اللي هي الذرة الشامي دي، عايزة تتشوي يعني لسه نية. ف بصوا بقى شايفين الجمال، حطوا لي بقى لايك للجمال ده، والله الطبق كان تحفة. بعد ما كنا بقى زي ما قُلت لكم بعد الغدا ده كان وقت المغرب كده. ولّعت بقى الفرن بتاعي دفّي عارفة اتعودي إن أنتِ تدفّي البيت كده بالليل بأي حاجة بقى، بذرة، مثلًا هتعملي صينية كيكة، هتعملي أي حاجة المهم فرّحي ولادِك أي حاجة حلوة كده آخر اليوم. وهنا بقى كنت حبيت إن أنا بس أورّيكم شكل الذرة بتاعتنا. ويالّا بقى ما تنسوش تحطّوا لنا لايك واشتراك في القناة، وفعّلي الجرس لو مش مشتركة. حطّي لنا بقى لايك حلو وكومنتاتكم الجميلة، واسيبكم في رعاية الله والسلام عليكم.